إلى الله نمضي يا هنيئا لمن سبق، ويا حظ قلب من تقى الله قد خفق. تمر بنا الأيام سرعة كأننا نرى سرعة الأيام كالبرق إن برق. فإن كنت ذا لب حصيف وحكمة فلا تجعل الأيام تمضي كما سبق. وحث إلى الرحمن سيرا فإننا على هذه الدنيا كحبر على ورق. وحث إلى الرحمن سيرا فإننا على هذه الدنيا كحبر على ورق. سئمت تكاليف الحياة ومن يعيش حريصا على الدنيا يعيش على أرق. ولا تصحب المجنون حال جنونه، وإن قلت إلا فالمصير إلى نفق. وصدق وصادق كل ذي صدق فما يفوز بفضل الله إلا الذي صدق. ويا ليت في الدنيا يكون شعارنا إلى الله نمضي يا هنيئا لمن سبق. ويا ليت في الدنيا يكون شعارنا إلى الله نمضي يا هنيئا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. طبعا أهلا بحبايبي المحترمين في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وصحة وسلام. طبعا أنا بشكركم خالص يا إخواتي، وبتأسف على تأخيري عليكم. أنا بقالي كتير ما نزلتش فيديوهات بسبب أنا كنت تعبانة والله. فدلوقتي يعني لما رحت كده الحمد لله ورحت قلت اما راح اشوف مامتي عشان بقالي كتير ما شفتهاش. فطبعا دي روتين جديد في يوم جديد مع عيله جديده مع مامتي واخواتي. الله يبارك لهم يا رب ويخليهم لي يا رب ويخلي لكم كل امهاتكم ويبارك لكم فيها وفي صحتهم يا رب. وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه ورود شهر رمضان علينا. بعود عليكم الايام بخير وعلى اولادكم جميعا يا رب تكون ايام فرج وسعد عليكم وهنا اللهم امين. طبعا انا زي ما انتم عارفين ان انا كنت يعني كل فتره وفتره بروح لمامتي وكده بعمل لها البيت برضو بروق لها الدنيا. انا ما اقدرش ان انا مثلا اجي وشايفه مثلا ان بيت مامتي يعني متكركب او وحش او كده. انا ما اقدرش حتى لو بيتها نضيف، انا لازم ان انا ان انا اعمل لها واروق لها الدنيا برضو. يعني بتصعب عليا صراحه لانها تعبانه وكده ماشي. وغير كده اخواتي كانوا معايا وقلت فرصه ايدي في ايدهم. يعني انا رحت البلد في اليوم ده يا بنات، فقلت لاختي الكبيره مثلا تشيل الفرشه وتكنس البيت على ما اجي وانا هكمل ترويق معاها. وبالفعل هي مثلا عملت حاجات تانية بس يعني احنا ما شاء الله ربنا يخلي ويزيد عيالنا كلها مع بعضها. فهم ابتدوا يشيلوا معاها الفرشه ويخلصوا البيت وكده ماشي. وانا لما جيت الحمد لله من البلد انا واختي التانية كنا بنجيب شويه حاجات اللي ماما كانت عايزاهم من البلد وكده. فانا لما جيت وكده قلت اكمل بقى معاها البيت وكده، لان كانت ترخيره برضو كانت بتغسل المواعين وكانت بتروق الاوضه التانية اوضه النوم واوضه الاطفال برضو. فكان كفايه عليها مثلا عليها اللي عندي كده. قلت ما انا اكمل مكانها وكده. طبعا زي ما قلت لكم انا كنت بكمل مكان اختي، فبالفعل ان انا كملت مكانها وكده. حتى هي كانت بتعمل في حاجه تانية، ولما لقيتني بعمل الصاله لان الصاله كانت كبيره ماشي فجت برضك كملت معايا. وانا كنت هم كانوا الصاله قبل كده ومسحوها، بس انا عدت عليها برضو تاني عشان لما اجي افرشها تكون نضيفه معايا. بس قبل ما اجي افرشها يعني ماما قالت لي لا. كنت طبعا هي كان عندها زينه يا بنات السنه اللي فاتت وكملت برضك عليها. فقالت لي لا على لي الزينه الاول عشان مثلا لو في حاجه تقع من الحيطه ولا كده ما تقعش على الفرشه، عشان يعني هي مش عايزاني ان انا اكبس تاني واتعب تاني يعني. فقالت لي لا خلي الفرشه دي بعد ما تخلصي الزينه خالص وتعليها وكده وبفرش الفرشه. قلت لها ماشي يا ماما. اللي وصل عندي هنا كده يا بنات يحط لي لايك ويفعل لي الجرس فضلا وليس امرا. وكل سنه وانتم طيبين وبعد عليكم الايام يا رب تكون فرح وسعد وهنا عليكم وعلى اولادكم جميعا، ويرزقكم يا رب من حيث لا تحتسبون اللهم امين. وطبعا ما انا متاسف على صوتي عشان تعبان، لاني طبعا انا ما بروح عند مامتي يعني انا بسجل الفيديو ده لما جيت من عند والدتي وكده. بس كان صوتي تعبان طبعا من اولادي ومن يعني مثلا احنا بنبقى قاعدين مع بعض بقى وتهريج وضحك.
ربنا يا رب ما يبعدنا عن بعض ابدا، ودايما يجمعنا كده في الخير والموده والمحبه، انتوا واهاليكم وانا واهلي يا رب، اللهم امين. بصوا انا كنت بعلق الزينه، فانا طبعا قصيره فما طولتش يعني في حاجات في اماكن بطولها بعلق فيها، وفي اماكن تبقى عاليه عليا، فكان جوزي مثلا بيساعدني فيها برضك، الله يجازيه خير، برضه كان بيساعدني فيها صراحه. يعني هو كان الاماكن اللي بعيده عني كان هو مثلا بيعلق فيها، وانا المكان اللي قريب مني بعلق هنا. فبالفعل انا ابتديت انا وهو مثلا نعلق، هو مثلا وساعات برضك هو حب هو شويه هنا وانا شويه هنا. لما خلصنا لها البيت صراحه وخلونا، لا خلينا البيت جميل جدا بالزينه. وعايزه اقول لكم والله قد ايه هي فرحت بالزينه وشكل البيت، وان انا مثلا روقت لها البيت وكده. ربنا يبارك لها يا رب في عمرها وصحتها لينا يا رب، وما يحرمنا منها ابدا، انتوا وامهاتكم جميعا اللهم امين. بصوا اقل حاجه يا بنات بتفرح امهاتنا والله، بصوا كفايه دعوتها لينا في الايام المفترجه اللي احنا فيها دي والله. واللي مش براضي امه ولا ما بيعملهاش حاجه يعمل لها كل اللي هي نفسها فيه، او حتى من غير ما هي تطلب منكم. انا عايزه اقول لكم ان الزينه دي والله كانت بنت اختي، قلت لها فين الزينه بتاعت السنه اللي فاتت، فقالت لي يا خالته فيه. انا عينيها، فقلت لها بعتيها كده. فالمهم ان انا فاجئت مامتي، هي كانت موجوده في البيت، بس انا فاجئتها مثلا ان انا خلصت البيت وكده وبعلق لها الزينه والله، حتى اتبسطت عايزه اقول لكم كميه السعاده ان هي كانت فيها من من شكل البيت ومن ترويقه والله العظيم ومن نظافته. حتى ابتديت انا واختي ان احنا مثلا نفرش في البيت بقى بعد ما خلصت الزينه، حتى وريت لكم من الزينه كان شكلها عامل ازاي. ابتديت انا وهي مثلا نفرش الزينه، وكان في حافظتين برضو كانت هي حطاهم على السجاد. قلت لها لا خليهم دول نبقى نغسلهم ونحطهم مثلا تاني، حتى ما رضيتش افرشهم خالص على السجاد، قلت مثلا تبقى مره تانية بعد ما يتغسلوا كده. فالحمد لله والله على قد ما بقدر والله، عايزه اقول لكم على قد ما بقدر بحب اسعد مامتي، بحب اسعد اللي قدامي سواء ماما او حماتي او اي حد قدامي، بحب ان انا ارضيه والله، بحب اكبر بخاطره وارضيه. كفايه دعوتهم لينا والله في الايام اللي احنا فيها دي، واحنا مش عايزين غير الدعوه الحلوه لينا ولاولادنا. الله يبارك لكم يا رب ويبارك للجميع يا رب. وطبعا دي كله كان بيساعد في البيت. فانا سبت الفيديو على طبيعته والله يا بنات، انا حتى ما قصيتش منه اي حاجه، سبت الفيديو كده على طبيعته لان بنتي كانت بتصورني، ففي حاجات عرفت تصورني فيها وفي حاجات لا، فانا حبيت اسيبه لكم كده على الطبيعه. انا مثلا اللي بيبان عندي في الفيديو ما رضيتش ان انا حبيت ان انا امسحه، سبته على طبيعته. عايزه اقول لكم ان الفيديو بيبقى على الطبيعه بيبقى جميل جدا، كفايه البساطه والجمال اللي انتوا بتبقوا فيه والله مع مع اهلك ولا مع اهلي، مع اهلنا بمعنى صح، بتبقى حاجه حلوه قوي. انا كنت عايزه الفيديو والله كله كامل، ان مثلا يبقى كله مثلا باين فيه وكده، والبساطه اللي احنا فيها دي كنت عايزه اوريها لكم. بس طبعا انتوا عارفين في ناس بتحب تبان وفي لا وفي ناس لا، فانا ما بحبش ان انا اغصب حد على ان هو يبان ولا كده ولا، فاهمين قصدي. فدي كنت انا واختي بنحاول مثلا نخلص البيت بدري بدري، لان كان داخل علينا مثلا العصر ماشي، وكان في حاجات تانية برضك ما كانتش لسه اتعملت، كان في لسه في اكل لسه ما اتعملش، وكان في برضك المطبخ كان عايز برضو ترويق جامد، لان المطبخ ده بيبقى بنكب فيه ميه وكده، وان شاء الله اشوفه برضو في الفيديو برضو بعد ما بخلص الصلاه خالص يا بنات. حتى بوريكم الصلاه بعد ما بخلصها انا واختي الكبيره وكده، ربنا يبارك لها في ولادها وفي صحتها يا رب. بدخل بقى على المطبخ، حتى والدتي والله ساعدتنا في المطبخ انا واختي برضو، لان المطبخ كان عايز شغل كتير برضو. ودي الصاله طبعا انا كنت فرشتها، وكان في حفظتين تانيين غير الحفظات دي شلتهم لماما وحطيتهم في الطبق بحيث ان هم يتغسلوا كده، وسبت اللي هم القدام دولي، قلت على ما التانيين حتى يتغسلوا. وزي ما انتم شايفين كده جمال البيت والله، والبساطه بتاعته كان جميل جدا. وعايزه اقول لكم كمان ان انا بعد ما خلصت الزينه دي كملت لها زينه كمان بالليل في الصاله التانيه، الصاله كبيره طبعا، فانا اكتفينا بدي على ما مثلا نخلص الاكل او نخلص المطبخ، وقلنا مثلا بالليل هنكمل الصاله التانيه. ودي مفرش السفره دي لسه جايباه جديد برضو، فحبيت اوريكم عشان طبعا بابايا كان قاعد وجوزي فما كانوش حابين يظهروا في الفيديو، فانا جبت لكم من من تحت كده. ودي المفرش دي برضو لسه جديد، كانت هي لسه جايباه برضو في نفس اليوم اللي انا جيت فيه، فقلت برضو فرشته لها، فقلت برضو اوريه لكم. والمطبخ برضو قعدنا نكب فيه ميه وغسلنا غسله حلوه، وقلت باذن الله لو ربنا
يعني في فرصه وكده ان انا اغسل لها برضك المطبخ كله، الحيطه وكله، لان كنت غسله لها من قريب ماشي. بس قلنا نغسله اللي هو الكوب في ميه من الارض وكده. ولو في فرصه باذن الله في رمضان او يعني قبل العيد هغسل لها بقى البوتاجاز كله، افكك لها البوتاجاز واغسله، واغسل لها الحيطان وكده. بس انا بتكلم ان مثلا ما فيش وقت ان انا مثلا جايه قاعده معاها يومين ماشي. وغير كده برضو انتوا عارفين اليومين دول بيبقى بالنسبه لنا لما نقعد طبعا مع امنا واخواتنا ما بنبقاش عايزين نقوم من مكاننا، عايزين نقعد مثلا في الضحك في التهريج في كده وكده. انا كنت غسلت السمك، واختي قالت انا هشويه، وانا عملت السلطه، ومامتي عملت الرز. يعني عايزه اقول لكم ان كل واحد فينا والله عمل شغلانه، والشغل خلص الحمد لله. وكده كنا جهزنا الاكل، كنا كده خلصت الفيديو معاكم، واسيبكم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته من اليوم.